السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعينا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. والنهارده يوم جديد من يوميات بوسي، ويومنا النهارده هنبدأه بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل الفولية بطريقة سهلة وبسيطة زي متعودين في كل فيديوهاتنا، كلها سهلة وبسيطة. يلا نشوف عملناها ازاي ونشوف طريقة التحضير بتاعتها. شايفين سهلة ومقرمشة ازاي؟ طريقتها سهله جدا جدا، وهنعملها النهارده من غير عسل جلوكوز ومن غير اي تعقيدات. 3 مكونات كده هنعملها في السريع ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بتتكسر معانا بكل سهوله ازاي، ومقرمشه وتحفه. الفوليه طبعا حاجه اساسيه في حلويات مولد النبي. كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه المولد النبوي الشريف. يلا نشوف عملنا الفوليه الحلوه دي ازاي. بس عايزه اقول لك حطي لايك للفيديو لو انت لسه جديده، دوسي على كلمه اشتراك اللي بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي الجرس على كلمه الكل هيوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله بامر الله. معايا هنا 3 كوبايات من الفول السوداني، دول عاملين نص كيلو فول سوداني، وبالكوبايات عاملين 3 كوبايات. ومعايا هنا كوبايه الا ربع من الميه، ومعايا كمان كوبايه ونص من السكر، وحبه من الفانيليا او ماء ورد اللي انت بتفضليه. ومعايا هنا عصير ليمونه متوسطه، وربع معلقه صغيره بيكربونات. دي المقادير اللي احنا عملناها برضو في السمسميه، بس احنا في السمسميه كنا حاطين 4 كوبايات من السمسم. تمام، هي دي مقاديرنا. لو انت هتستخدمي عسل جلوكوز هتشيلي نص كوبايه السكر دي وتحطي مكانها تلت كوبايه عسل جلوكوز. تمام، نص كوبايه السكر دي تحطي مكانها تلت كوبايه عسل جلوكوز او عسل نحل. تمام كده. يلا بقى نشوف كده في السريع هنعمل ايه. حطيت هنا كوبايه الا ربع من الميه في قلب حله، وحطيت معاهم الكوبايه ونص من السكر. انا طبعا عملتها لكم من غير عسل جلوكوز للناس اللي طلبت مني حلويات المولد من غير عسل جلوكوز. عملتها لكم السنه دي بدون عسل جلوكوز. تمام، انا هرج الحله كده، مش هتحطي فيها معلقه ولا اي حاجه. هرجها رجه بسيطه كده وهحطها على النار وهسيبها تغلي براحتها. على العين التانية هنا هنحط صينيه ونسخن السوداني، لان زي ما قلت لكم لازم المكسرات، اي مكسرات هتستخدميها لازم تكون سخنه. دي خطوه مهمه جدا، لازم تكون سخنه، والعسل بتاعنا يكون سخن. العسل بتاعي هنا غلي، اللي هو السكر والميه، رحت ضايفه لهم على طول عصره الليمونه. ما نضيفهاش طبعا غير بعد ما تغلي. تمام، هسيبها بقى لما القوام بتاعها يتقل، مش دلوقتي خالص. وهنحط شويه كمان من الفانيليا. زي ما قلت لك تقدري تحطي ماء ورد او فانيليا زي ما انت عايزه. وهنا خلاص السوداني بتاعي سخن. ممكن تحطيه في الفرن، تشغلي عليه الفرن وتحطيه لما يسخن. اهم حاجه تاخدي بالك انه ما يتحمصش منك ولا يتحرق. هو كده كده محمص، بس تاخدي بالك ان هو ما يسودش منك او يتحرق. تمام كده. العسل بتاعي تقل زي ما انت شايفه اهي، بس برده مش هي دي النتيجه اللي احنا عايزينها. هنا هنعمل اختبار بقى للعسل، ونحط كده ميه من التلاجة تكون ساقعه، ونحط فيها حبه من العسل بتاعنا. لو لقينا قطعه العسل دي نشفت معانا وبتتكسر كده زي الازاز، هيكون كده تمام، القوام مظبوط. هي طبعا نشفت معانا ومسكت نفسها اهي زي ما انتم شايفين، وبتخبط كمان معايا. بس هاجي هنا هكسرها، هتحس ان هي طريه شويه وبتشد معاكي. شايفين بتشد زي اللبان كده؟ لا، احنا مش عايزينها كده، احنا عايزينها بتتكسر زي الازاز. حطيت هنا معايا حبه من الزيت على في الصينيه، علشان خاطر طبعا نجهز الصينيه اللي هنحط فيها. حطيت حبه من الزيت وسخنت الصينيه على النار زي ما انتم عارفين. هنعمل اختبار تاني. هي كده خلاص تمام. تمام، انا كده شايفاها تمام وتقلت خالص. هحط بقى الكربونات، ودي اخر حاجه، ربع معلقه الكربونات دي هحطها اخر حاجه. ونخلي بالنا طبعا عشان بتفور لازم تكوني عامله حله واسعه، ما تكونش عامله حاجه ضيقه. شايفين بتتكسر بقى ازاي؟ هي كده تمام مظبوطه جدا. هطفي بقى النار، حطيت الكربونات وهطفي النار، وهحط بقى السوداني بتاعنا. لو انت ما عندكيش كربونات تقدري تحطي بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره، بتدي هشاشه للحلاوه بتاعتنا، او الحمصيه او السودانيه، باي مكسرات هتعمليها. تقدري تعمليها عين جمل، بندق، لوز، اي حاجه، اي مكسرات عندك هتعمليها بنفس الطريقه دي. هقلبها كده كويس في العسل بتاعنا، وهروح بقى احطها في الصينيه اللي انا دهناها زيت. انا دهنه صينيه زيت ومسخناها على النار زي ما قلت لكم. ليه مسخنه الصينيه على النار؟ عشان الصينيه دي لو ساقعه وانا نزلت فيها الحلاوه كده هتبص تلاقي الحلاوه بتاعتنا قفشت وبقت كتله واحده، مش هنعرف نسويها ولا هنعرف نفردها في الصينيه. هتلاقي طبعا لو الصينيه ساقعه هتلاقيها اتكتلت معاكي مره واحده وما عرفتيش تفرديها. احنا هنا مسخنه الصينيه عشان كده ماسكاها بحته. وهبدا بقى ايه، افرد الحلاوه بتاعتي كده، السودانيه بتاعتي او الفوليه زي ما بيسموها، وهفردها كده بالمعلقه، واحاول كده اخلي الشكل بتاعها مربع.
في ناس كمان ممكن تحطيها على الرخامه، تبقى دهنه الرخامه زيت وتحطي عليها الفوليه وتفرديها بالمردنه او النشابه بتاعتك وتحاولي تسويها على الرخامه. لكن طبعا افضل نتيجه بتطلع معاكي مستطيلات او مربعات بتكون في القالب المربع ده. هسويها بقى كده، وهبدأ بعد ما اسويها وهي سخنة هقطعها كده بالطول، وبعد كده هقطعها بالعرض. طبعا التقطيعة دي بقى زي ما انت عايزة، تقطعيها رفيعة، تقطعيها طويلة، قطع صغيرة، قطع كبيرة، زي ما انت عايزة. ويفضل طبعا الحجم اللي على قد ولادك، عشان ابنك طبعا لما يجي ياخد حتة او كده ما تفضلش منه حتة وتترمي. فيفضل انت تعمليها احجام متوسطة على قد احتياج الطفل. جبت بقى القطاعة وكملت كده تقطيع، قطعتها كده مستطيلات. بجد طلع حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة في كل بيت. هتبعتي دلوقتي تجيبي السوداني وتقومي تعمليه بشوية سكر من البيت، وهتعملي أحلى سودانية لولادك. وعملنا طبعا الملبن، وعملنا كمان السمسمية، وعامله حاجات كمان بتاعت السنة اللي فاتت. كل ده هسيب لكم الروابط بتاعتها في صندوق الوصف، وهتلاقوا كمان على القناة وقائمة تشغيل مكتوب عليها حلويات مولد النبي. هتدخلوا تلاقي فيها حاجات كتير إن شاء الله. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ سهله وبسيطه ومخدتش معانا وقت خالص، وحاجه موفره جدا وسهله وبسيطه ونظيفه، حاجه مضمونه في البيت انت اللي عاملاها بايدك لاولادك. وغير كمان فرحه ولادك حواليكي وانت بتعمليها، بيفرحوا طبعا بالحاجات دي جدا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. يا رب ان شاء الله يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لايك للفيديو. يلا نكسر واحده ونشوفها عامله ازاي. بجد تحفه ومقرمشه وهشه وحلوه جدا. شايفين بتتكسر بكل سهوله ازاي؟ حلوه جدا، ومن غير بقى ما نحط عسل كلوكوز ولا نضيف اي اضافات. سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبك، وهتقومي تعمليها دلوقتي لاولادك بامر الله. شايفين تحفه ازاي؟ هقولك كمان نحفظها ازاي. طبعا لو انت عايزه تحفظيها هتجيبي زي ما عملنا في السمسميه بالظبط، هتجيبي اكياس تلاجة كده وتقصيها على حسب حجم القطعه بتاعتنا بتاعت السودانيه، وهنلفها وبقطعة صغيرة كده من السلوتيب، وهتلزقي معاكي كيس التلاجة وتقفليها بالاكياس علشان ما تطرش معاكي وتلزق في بعضها. او كمان بالاسترتش راب زي ما عملنا برضو في السودانية، هتلفيها كده بورق الاسترتش. هتلفي كده كل قطعة وتغلفيها وتبقى جاهزة ان شاء الله معاكي، وترصيها بقى في قلب علبة كده بلاستيك بغطا محكمة، وان شاء الله تكون جميلة معاكي وتحتفظ بقرمشتها وتحتفظ ان شاء الله بالقرمشة بتاعتها. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى حطوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لناس كتير. ولو انت لسه جديده واول مره تشوفي قناتي، دوسي على كلمه اشتراك اللي بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي الجرس على كلمه الكل، هيوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه بامر الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.